مهم جدا انك تتعلم مبادئ الحروب، وده مش عشان تدخل حرب حقيقية فيها جنود واسلحة، لكن ممكن نعتبر ان التحديات اللي بتقابلنا والمواقف اللي بنتعرض لها كل يوم في حياتنا هي عبارة عن حروب، وممكن نطبق عليها مبادئ الحرب. ممكن تشوف ان بعضها بيكون غير اخلاقي من وجهة نظرك، وده من حقك، لكن في الاخر انا بعرض لك كل الاسلحة المتاحة وانت تختار منها المناسب ليك وعلى حسب تقييمك لكل موقف انت بتتعرض له في حياتك. الكاتب روبرت جرين، وهو كاتب امريكي ومؤلف كتاب 33 استراتيجية للحرب، بيشرح ازاي تستخدم مبادئ الحرب حتى في حياتك اليومية، وعشان تتقنها وتعرف تستخدمها تابع الفيديو للاخر. احيانا العاطفة والمشاعر بتأثر على تفكيرنا وتقييمنا للامور، بتخلينا نشوف المواقف بشكل مشوش ومش حقيقي، وكمان بتخلينا نبالغ في تصرفاتنا وردود افعالنا، نبالغ في قوة اعدائنا ونبالغ في عدم قدرتنا. وعشان تبني استراتيجية حرب ناجحة، اول حاجة تعملها انك تتخلى عن مشاعرك، خليك واقعي واحكم على الاشياء بناء على حقيقتها ومن غير ما تقع تحت اي تأثير عاطفي. بس قبل ما تواجه اي عدو محتاج تعرف عنه شوية معلومات، زي نقاط ضعفه ونقاط قوته والخطة اللي ممكن يستخدمها ضدك في الحرب. كمان المعلومات اللي جمعتها عن عدوك من شهرين مثلا ممكن تكون في وقتها كانت معلومات صحيحة، لكن دلوقتي اتغيرت. فلما تعتمد عليها وتبني عليها خطة وتعلن الحرب النهاردة، تخطيطك هيكون مش سليم، لأن عدوك ممكن يطور من نفسه في فترة قصيرة. فلازم تتأكد من تحديث معلوماتك أول بأول. ممكن يكون عندك جنود مدربين على أعلى مستوى وبتمتلك أسلحة حديثة وموارد كتيرة، بس الطريقة اللي بيتم بيها قيادة الفريق وإدارته طريقة مش سليمة، وممكن تكون هي السبب في هزيمتك قدام عدو ضعيف. كل فرد في جيشك ليه مصالحه الشخصية، وده طبيعي ومش هتقدر تغيره، ولو حاولت تغيره بالقوة ممكن يكرهوك ويثوروا عليك. وفي نفس الوقت لو سبتهم يعملوا اللي هم عايزينه، زمام الأمور هتفلت منك ومش هتقدر تسيطر على الوضع، ومش هتوصلوا لأي هدف في النهاية. التصرف السليم إنك تحسسهم بالمشاركة ومن غير ما يحسوا إنك مكتفهم أو عامل لهم أي قيود. تابعهم واشتغل على رفع روحهم المعنوية، واعرف ايه الكلام اللي بينقلوه ما بينهم. ولو خايف من تمردهم عليك، بلاش المبالغة في الشك ومراقبة كل حاجة. كل اللي تعمله انك تخلي مصلحتكم واحدة، وبكده لو ظهرت اي محاولة للتمرد هم اللي هيمنعوها علشان ما يخسروش مكاسبهم ومصالحهم في غيابك. التحالف بيكون بين طرفين او اكتر، كل طرف ليه مصلحة معينة هيحققها بتحالفه مع الطرف التاني. خلي دايما تحالفاتك مؤقتة، واعمل تحالفات جديدة في كل مرحلة، وده بيكون بناء على احتياجاتك ومصالحك واهدافك. لما تهجم على عدوك ب100 جندي وهو ما يعرفش عنهم اي حاجة ويتفاجئ بوجودهم، هتقدر تعمله خسائر اكبر بكتير من انه يكون عارف عنهم كل حاجة وواخد حذره ومستنيهم. لازم تعرف ايه هي توقعات عدوك عشان تقدر تستخدمها لصالحك، وعشان تعرف توقعاته لازم تصنعها له بنفسك. يعني ابتكر لنفسك نمط مزيف عشان لما عدوك يراقبك يفتكر انه عارف عنك كل حاجة ويعتقد انه يقدر يتوقعك بسهولة، ولما يطمن فاجئه بالكمين اللي انت محضره له. مهما كنت قوي فانت من غير دعم سياسي هيبقى موقفك ضعيف. حاول تبين دايما ان الحق معاك وانك انت مظلوم، وحاول تبين ان عدوك ظالم وهمجي. لازم تحافظ على سمعتك باي شكل طول الوقت، وحتى لو كنت انت المعتدي مش مهم، الاطار الاخلاقي مطاط جدا وتقدر تخليه في صفك بسهولة. ولو هتدخل حرب حاول تستفز عدوك عشان هو اللي يبدأ بالهجوم ويبان قدام الناس انه معتدي وانت الضحية. قبل ما تبدأ أي هجوم دور الأول على مركز قوة العدو وجمع كل قوتك واضرب مركز قوته. هتلاقي إن عدوك اختل توازنه وابتدى يتخبط، وممكن تهزمه وبأقل خسائر ممكنة. ولو ما قدرتش تدمر مركز قوته حاول تحيده، يعني تخليه ما يعرفش يستفيد منه في المعركة. يعني مثلا لو كانت قوته في عدد جنوده ما تشتبكش معاه بسرعة، وحاول الأول توقع أكبر عدد كبير منهم. ولو كانت قوته في معداته التقيلة حاول تستدرجه الأماكن مش ممهدة ما يقدرش يوصلك فيها بمعداته. وهديلك مثال، لو شفت معركة بين قرد صغير ودب ضخم هتقدر تتوقع نتيجة المعركة إنها محسومة لصالح الدب، لكن اللي حصل إن القرد فضل يستدرج الدب ونقل المعركة من الأرض لفوق الأشجار، وبعد مناورات ما بينهم قدر القرد إنه يوقع الدب من فوق الشجرة بكل سهولة. القرد هنا قدر يحيد قوة الدب
وبذكائه قدر يتغلب عليه وما خلاهوش يستفيد من ضخامته وعضلاته، واللي كان هيستخدمهم بشكل أفضل لو كانت المعركة على الأرض. أحيانا العقاب بيكون أهون بكتير من انتظاره. حاول تستدرج عدوك للفراغ، خليه حاسس دايما ان في حاجة هتحصل، وخليه دايما مستني، وبعد وقت معين هيفقد صبره ويتصرف اي تصرف غبي مش مدروس، واكيد التصرف ده هيكون مش في مصلحته. اتعامل مع التفاوض على انها مناورة عشان تقدر تأمن مكسبك على الارض. ما تحاولش تكون معتدل او قنوع، لانك عمرك ما هتاخد كل اللي هتطلبه. حاول تلعب على احلام الطرف التاني وتغريه بيها وحسسه انك ساذج، لكن في الواقع انت بتأمن مكسبك اللي حددته من البداية. لو حد قرر يهاجمك لازم يعرف انه هيطلع بخسائر، حتى لو كنت مهزوم والمعركة مش في صالحك. لازم يحس انه هيدفع الثمن وان هزيمتك مش سهلة. الموضوع عمره ما كان بالقوة بس، السر كله في الخوف. حاول تتظاهر انك مجنون وان مش همك اي حاجة، ده تصرف ممكن يخلي اللي قدامك يخاف منك ويتجنبك. انتصارك مش بيكون بسبب عدد الجنود اللي قتلتهم، انتصارك سبب الخوف اللي زرعته في قلوب الجنود اللي لسه عايشين. لو عجبك الفيديو اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهات لوجيك بلس.